ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. السلام عليكم محبي وعشاق مسلسل عروس بلوت. هادي يسمع على ترك المنزل بعد أن جهز كل أموره وجمع كل أغراضه. يخبر عائلته أن خروجه من المنزل بسبب أموره الشخصية وليس بسبب علاقة والدته بعادل، وأن هناك الكثير من الأمور التي لا يعرفونها، وأن لا يعتقد أنه غضبان من هذه العلاقة، ولكنه يريد أن يبقى لوحده لفترة من الزمن. ويحاول فارس أن يقنعه أن يغير رأيه ولكن دون جدوى. خليل يتهم والدته أنها هي السبب لوصولهم إلى هذه المرحلة من الانشقاق العائلي. بسمة تحاول أن تخفف الهموم عن جد، ولكنه يخبرها عندما تتجرأ وتصعد معه إلى السيارة. حينها سيخبرها بهمومه. ثريا وفارس وطلال وداليا يحتفلون فيما لأن طلال قرر رسميا أن يعلن خطبته على داليا، وتتفق ثريا مع داليا على عمل مقلب بطلال. سارة ترى الحب بين ثريا وفارس وتفتقد لهذا الشعور مع آدم الذي لا يبادلها أي مشاعر. آدم يخبر والدته أنه الآن بدأ أولى خطواته لتحقيق أهدافه، وأن هدفه الكبير هو الحصول على القصر. ليلى تحاول أن تقنع هادي أن يبقى بالمنزل، ولكن هادي يسمعها كلام قاسي ويخبرها أنها أفقدته براءته ولم يعد طفلها المدلل. خليل يذهب إلى مكان عمل منال ويتحدث إليها كثيرا ويطلب منها أن تعطيه فرصة جديدة من أجل علاقتهما. عماد يذهب مفاجأة إلى رنا بالمستشفى ويحضر لها الطعام وتفرح رنا كثيرا